هنتكلم عن واحد من أهم عناصر الأهلي في ماتش السوبر، أليو ديانج. وكان ليه دور مزدوج في الهجوم والدفاع، وده اللي فرق جدا في شكل الأهلي. أول ما الأهلي يمسك الكورة، ديانج كان بيتحول لرقم 8 قدام مروان عطية. وجوده هنا مش عشوائي، لأ، كان ليه دور واضح جدا. كان يمين ناحية اليمين عند جهة محمد هاني، يعمل زيادة عددية هناك مع هاني ومع أشرف بن شرقي، ومع نزول زيزو أو جراديتشر. الفكرة من الزيادة دي إنهم يجمعوا اللعب في ناحية واحدة، وبعدها يا إما يغيروا اللعب للناحية التانية بالكامل، يا إما، وده اللي ديانج عمله كذا مرة، يخترق الدفاع بسرعته من العمق. وعلى فكرة ديانج كان هيصنع أكتر من هدف لو بس اللمسة الأخيرة اتطورت شوية، كنا شفنا تمريرات جامدة منه. أما بقى لما الزمالك يمسك الكورة، ديانج بيتحول 100% لرقم 6 ديستروير. قفل مساحات نص الملعب، قطع كرات بشكل مستمر، ووقف تقريبا كل محاولات الزمالك اللي كانت بتحاول تبني هجمة من العمق. ومروان عطية كان دايما بيقلب معاه، لما ديانج ينزل رقم 6 مروان يتقدم ويبقى رقم 8، وده ظهر بوضوح جدا في الهدف الثاني. ديانج قدم مباراة فيها عقل زائد مجهود زائد مرونة.